السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وبالصدفه كده وانا بلف حوالين العربيه وكنت بغسلها لقيت جزء زي كده زي ما انتم شايفين، لقيت حته فيها نسبه صدى بسيطه. طبعا في ناس هتقول لي يا عم انت مكبر الموضوع والحكايه بسيطه قوي، انت ليه مكبر الموضوع قوي كده؟ ده حاجه سهله يعني، او حاجه مش هتعمل اي مشكله. لكن طبعا حاجه زي كده لو سبتها الصدى هيبقى برومه، وبعد كده البرومه تبدا تاكل في الحته دي لحد ما شكرا الموضوع يتدمر خالص. تيجي بقى تبيع العربية، تيجي انت نفسك تستخدم العربية يبقى فيها مشاكل بعد كده. طيب الاماكن بتاعت الصدى عموما بتبقى فين؟ اي مكان بيركن فيه الميه. زي ما انتم شايفين دي طبعا العجله، وهي بتلف العجله الخلفيه بتحدف ميه على الجزء ده، فطبعا بتركن فيه الميه كتير. او انت لما بتغسلها ما بتنشفش مثلا العربيه او ما بتعملهاش بالهواء بعد كده، ففي اماكن بتركن فيها الميه. زي البيبان برضو من تحت نفسها، الباب ممكن تركن جواه الميه وانت بتغسل وما تاخدش بالك، وطبعا الميه تعمل صدى والصدى يعمل برومه والموضوع يكبر. فليه ما نلحقها من الاول؟ لان في ناس كتير تقول لك يا عم انت مكبر الموضوع قوي والموضوع بسيط. لكن لا، الموضوع مش بسيط زي ما انت شفتوا. انا بعد ما شفت الموضوع ده بدأت ان انا الف على كل العربية من تحت، الحتت اللي بتترفع بالكوريك بالذات. خلي بالكم من الحتة دي قوي. ساعات تروح مثلا ان انت تغير فردة الكاوتش او تلحم فردة كاوتش او حاجة، يروح طبعا الفني او بتاع الكاوتش حاطط لك الكوريك في اي حتة. زي ما انتم شايفين برضو في حتت مستخبية كده على جنب. قلت لا، لازم ان انا اعدي على العربية كلها وابدا اشوف اي مكان فيه موضوع الصدى ده. لان الصدى زي ما قلت لكم بعد شوية هيبقى برومة، وبعد ما يبقى برومة يكبر ويعمل مشاكل اكتر، وطبعا انت هتنساها. فلازم من البدايات خالص من حاجة بسيطة زي ما انت شايف كده تبدأ ان انت تتعامل. طيب انا شفت حاجة زي كده في العربية، اعمل ايه؟ اول حاجه هتبدا تجيب صنفره ضعيفه جدا او صنفره خفيفه جدا، وتبدا ان انت تصنفر الاماكن دي لحد ما تجيبها على الحديد. لازم المكان ده يجي على الحديد خالص، بحيث ان انت يبقى بلون الصاج يعني. بعد كده هتبدأ تجيب مش عايزين طبعا نجيب نفس لون العربية. لو المكان بسيط زي كده بتجيب زي سبراي شفاف. لان لو جبت نفس لون العربية ممكن يقول لك ده المنطقة دي مرشوشة، يبقى انت فاتح بقى الجزء ده يبقى كانت مخبوطة، وهتلاقي الناس ايه تقعد تعمل تحليلات لو هتبيع ولا حاجة، او انت حتى هتستخدمها يقول لك لا يا عم ده الحته دي مرشوشه، ده الكلام ده كله. لكن انت المفروض تعمل ايه؟ هترشها بسبراي شفاف. ده نفس ماده الطلاء بس بيبقى شفاف، بحيث ان هو هيقدر يغطي الموضوع المكان ده ويعزله طبعا عن الرطوبة، فبالتالي ما تسرحش او ما تكملش تاني. لان طبعا حاجة زي كده زي ما بقول لكم في عربيات بتبقى مهرية من البرومة والصدى واكلها كلها، وتبقى من بره شكلها ان هي جميلة وكل حاجة، لكن الصدى بيبقى واكلها. طيب انا مش عارف اتعامل مع حاجة زي كده. ممكن في مادة بتجيبها من عند الناس بتوع البوية وبتوع الطلاق، مادة كده بتبدأ ان انت اول ما تحطها على، لو انت مش عارف تصنفر يعني، مادة كده بتبدأ ان انت تحطها على الطلاق دوت، فتبدأ ان هي تزيل كل الصدى والحاجات دي كلها. وبالمرة عدي على العربية على كل حتة فيها. لو لقيت حاجة زي كده وما عرفتش تتعامل ممكن تروح لحد يعملها لك ويرشها لك. لو المكان طبعا كبير هتضطر ترشها بلون العربية. لو المكان صغير زي اللي ما انتم شايفين كده هتضطر ان انت بس يا دوبك تعمل الحتت البسيطة دي بسبراي شفاف. فما تكبرش دماغك وتقول لا يا عم الموضوع بسيط وسهل ومش هيحصل حاجة ومفيش حاجة. لا، الموضوع كبير والحقه في بداياته. زي ما بيقولوا كده الوقاية خير من العلاج. فلو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.